أهلا بكم مشاهدينا في IT شو مع أحمد يوسف. عام 2011 يلفظ أنفاسه الأخيرة، هذا العام الذي غير مجرى التاريخ ليس في مصر فقط ولكن حول العالم، ليس في دول الربيع العربي ولكن في عواصم أجنبية وأوروبية مختلفة، بدءا من لندن مرورا بأسبانيا وصولا إلى أمريكا. عام 2011 عام محوري في التاريخ، عام 2011 ليس عاما تقليديا. هذا العام عام الثورة المصرية، عام ثورة الفيسبوك، عام الشهداء، شهداء مصر الأبرار الذين رووا مصر بدمائهم الذكية. مشاهدين، هذا العام بالتأكيد عام مختلف. هذا العام لأول مرة يجعل الإنترنت الحياة تختلف، يعني أصبحت الآن الحياة ممزوجة ما بين المجتمع الافتراضي الموجود على الإنترنت بنشطاء الموجودين في الشارع، نشطاء الإنترنت بنشطاء الشارع، وبذلك تغير مجرى حياة الإنترنت نفسه، وأصبح الإنترنت مؤثرا في الشارع، وتغير مسار تحريك الرأي العام في الشارع، بحيث أن القوى الناعمة أو الأدوات التكنولوجيا وأدوات السوشياليزم أو الثورة الاجتماعية أصبحت لا فكاك منها في عالم السياسة، الاقتصاد، الاجتماع، وكل العوالم أو الركائز المحركة للحياة اليومية حول العالم. عام 2011 التكنولوجيا، الشبكات الاجتماعية، نظرية السوشياليزم أو نظرية إن احنا الحياة تكون حياة اجتماعية في كل مناحي الحياة أصبح شيء أصيل، وبذلك فإن عام 2012 سوف يشهد المزيد من التدفقات. نحن في هذا اليوم من IT شو نتحدث عن أبطال الثورة، أبطال الفيسبوك، أبطال العالم الافتراضي. من وجهة نظرنا في برنامج IT شو سنشاهد الآن صور مع بعضنا البعض توضح من هم مشعلو ثورة الفيسبوك. في البداية خلينا يا جماعة نجيب الصورة الأولى قبل شباب 6 إبريل. في البداية كانت هناك حركة كفاية. حركة كفاية كان لها دور كبير في تأجيج وتحريك الشارع المصري في البداية قبل أن تتحول حركة كفاية من الأرض إلى الإنترنت. ثم جاء شباب 6 إبريل وحركة 6 إبريل كما نشاهد على الشاشة، وكان هناك في مدينة المحلة كما نذكر منذ عام 2008 العصيان المدني الأول في مصر، والكل كان خائف ايه اللي هيحصل. القاهرة لم ينزل فيها الشباب، لكن في مدينة المحلة كان هناك أول عصيان مدني وأول دعوة تكون عبر الإنترنت، وكان محركو هذه الحركة والعصيان المدني هم شباب 6 إبريل. سويا مع بعض بنشوف الحركة الرقمية أو ثورة الفيسبوك التي أذهلت العالم كيف بدأت. مشاهدينا، أو ما هي الركائز الأساسية والنقاط الأساسية لهذه الثورة. ثم البرادعي كان رمزا رقميا واستخدم الفيسبوك وتويتر والقوى الناعمة من أجل أن يكون المعارض الأبرز للنظام السابق، ويختلف الناس من هو البرادعي القادم بقوة من الخارج، هذا المصري الذي كان يرأس وكالة الطاقة الذرية. أيضا نتواصل في الصور. كانت هناك الحملة المصرية ضد التوريث، وأصبح هناك رموز مصريون كما نشاهد على الشاشة. خلينا نشوف الصورة مع بعض. هذه الرموز في الحملة المصرية ضد التوريث أصبحوا يحركوا الشارع، أو هم محركين للشارع. تتوالى الصور تباعا لنرى كيف تمخضت الثورة المصرية، من هم القادة الذين أشعلوا هذا الموضوع، لأنه يقال أنه لا يوجد محركين. هو ما فيش قائد للثورة، لكن يوجد بالفعل محركين وتوجد مبادرات مختلفة. خلينا نتحرك للصورة التالية التي بعد ذلك. نعم، عبد الرحمن يوسف، الشاعر عبد الرحمن يوسف الذي يقدم الآن برنامج شهير على قناة CBC. لمن لا يعلم، كان معارضا بارزا على الفيسبوك. كانت أشعاره يوميا تصل لكل النشطاء على الإنترنت في عز جبروت نظام مبارك ونظام الحزب الوطني. الشاعر عبد الرحمن يوسف تعرض للكثير من الضغوطات، وكان جريئا جدا في أعوام 2008 و2009 و2010، وكان يقود حملة قوية عبر الشعر وعبر آرائه الجريئة على الفيسبوك
والشبكات الاجتماعية. خلونا نشوف الفيديو التالي عندما كان أحد رموز أو مفجري الثورة المصرية وائل غنيم هو رمز رقمي لإشعال الثورة المصرية والذي أسس لصفحة كلنا خالد سعيد. بسرعة 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 يا جماعة. احنا كنا بنقرا عن بلدنا في كتب التاريخ، وبعدين ضحكوا علينا من 30 سنة وقالوا لنا انها ماتت. فعلا انا اقتنعت ان مصر ماتت، وزي ما قال كنا بندور على دول تانية بقى حية نعرف نعيش فيها. بس الحمد لله يوم 25 في حوالي 80,000 واحد نزلوا يدوروا على مصر، ويوم 28 دول اقنعوا حوالي 1,000,000 واحد يدوروا على مصر. ولحد في 20 يوم الحمد لله عملنا رحله كبيره قوي للبحث عن مصر، والنهارده لقيناها. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. سريعا، طبعا نحن لن نتحدث أن هؤلاء فقط هم من ساهموا في الثورة المصرية. كل شخص يشاهدنا الآن، كل شخص يتابعنا، كل شخص كان موجودا في الأرض أو استخدام الفيسبوك أو توالى وجوده ولبى النداء يوم 25 يناير أو يوم 28 أو بعد ذلك هو مشارك. لكن نحن نتحدث عن أبرز النقاط التي أسست للثورة المصرية. وائل غنيم كما رأينا اشتغل رقميا على الانترنت، وطبعا تم في يوم 25 اختطافه من قبل أمن الدولة. لكن المفجر الأساسي للثورة المصرية والرمز الكبير للثورة المصرية والذي بسببه اشتعلت الثورة المصرية ويعني غلى الشباب هو خالد سعيد. خالد سعيد صاحب الصورة التالية هو مفجر هذا الموضوع مشاهدينا. هذا الشاب الذي تم اختطافه من قبل الشرطة المصرية وتعذيبه بعدما أذاع فيلما يفضح فيه الشرطة. لكن خالد سعيد كما نرى في هذه الصورة الكاريكاتورية أمسك بالحزب الوطني وبآل مبارك ونسف هذا النظام الذي كان موجودا في مصر كرمز مصري. نترحم في هذه الأيام على خالد سعيد، ودعونا نذهب لنرى والدة خالد سعيد بعيد الثورة ماذا قالت. لأنها والأم دي من اسكندرية، ماما ليلى. ماما ليلى جايه من اسكندريه عشان تكون معانا متضامنه ضد الارهاب. وواضح اني مش محتاجه اقدمها لانها والده شهيد الطوارئ خالد سعيد. النهارده عشان اقف معاكم زي ما وقفتوا معايا ولسه هتقفوا معايا ان شاء الله. وبعز كل ام فقدت ابنها نتيجه النظام والتعذيب وقانون الطوارئ. سيد بلال ومريم ومريانه وخالد وغيره مش عارفه امتى هيخلص كل ده، مش عارفة. إن شاء الله هناخدوا حقهم كلهم. أي مصري مش مهم الديانة، المهم إنه مصري، وكل أسرة فقدت أم أو طفل أو شاب أو بنت كلنا هناخدوا حقنا إن شاء الله كلهم.
الثورة مستمرة مشاهدينا، ونحن نقبل رأس أم الشهيد، أول شهيد للثورة المصرية، خالد سعيد. على فكرة أنا بحيي كمان مجموعة من الناس الأصيلة والرموز والمشاهير يعني اللي كان لهم حضور في الثورة واللي هم ما سرقوش العدسات، وحقيقة منهم خالد أبو النجا. خالد أبو النجا قبيل ثورة 25 يناير استغربنا موقفه على الفيسبوك والشبكات الاجتماعية، وكان واضح أنه هو ضد النظام. منذ اليوم الأول كان موجودا في الشارع، وكان بجانب البرادعي تحديدا وساند البرادعي. بعد ذلك اختفى بعد أن سقط النظام وتواجدت بقى وسائل الإعلام وكل واحد ادعى أنه هو كان موجود في الميدان. خالد أبو النجا اختفى تماما واستمر في حياته الفنية على عكس فنانين آخرين. أنا بحيي خالد أبو النجا لأنه رمز وعلامة مختلفة في عالم الفن، على أساس أنه أصيل جدا مع الشارع جدا، وفي نفس الوقت لم يفعل ككثيرين اللي هم حاولوا سرقة أو الادعاء بأنهم من البداية مع الثورة، ولم يتلون. الخالدين، خالد الصاوي أحييه، هذا أيضا المدون والشاعر والفنان، والذي كان لنا لقاء حصري معه قبيل الثورة بعامين، وكان موقفه أيضا واضح أنه مع حركة كفاية، وأيضا منذ اليوم الأول ل 25 يناير هو في الشارع وإلى الآن. وأيضا لم يسرق عدسات الكاميرا ويذهب للفضائيات العربية أو المصرية هنا وهناك حتى يدعي أو يكسب مكاسب في هذا الموضوع. الخالدين، خالد أبو النجا وخالد الصاوي، أحييهما على موقفهما البطولي. هذه الصورة التي سوف نراها هي أعظم صورة في عام 2011، هي الصورة الأبرز، وهي أبرز يعني ما شاهدناه في عام 2011. خلونا نشوف مع بعض هذه الصورة سويا، لأنها تعبر عن النقاء وتعبر عن الناس أو الورد اللي يعني غطى جناين مصر بالفعل. خلونا نشوف مع بعض هذا الإهداء في نهاية هذه الفقرة التي نقدم فيها رموز رقميين استخدموا القوى الناعمة والفيسبوك والتويتر من أجل أن تكون هناك ثورة قوية في الشارع. نعم، ثورة التكنولوجيا مستمرة والثورة المصرية مستمرة بما يكفل بناء مصر. خلونا من فضلكم نرى مع بعض سويا صورة شهداء مصر أو الصور الأبرز. طبعا دي شبكة رصد، ودي الشبكة الأشهر بعد ثورة 25 يناير، واللي هي كانت رمز للإعلام الجديد، وكانت أثناء الثورة هي المصدر الأساسي لبث الأخبار. يعني الجزيرة نقلت عنها، العربية، التلفزيون المصري، ونحن هنا في IT شو كان لنا اللقاء الأول معهم في فبراير 2011. خلينا نشوف الصورة التالية لشهداء مصر من فضلكم مشاهدينا. الصورة من فضلكم لشهداء مصر اللي احنا نختتم بيهم هذا الفقرة، قبيل أن نذهب تاليا إلى وائل غنيم. كيف؟ نعم، دول يعني دمهم الذكي يعني فوق رؤوسنا جميعا وفي كل بيت مصري. هؤلاء طبعا بعض الشهداء دول، بعضهم طبعا هناك شهداء كثر للثورة المصرية. شايفين شباب زي الورد لبى النداء في يوم 25 يناير، يكفي أن هم تواجدوا في المكان وأرواحهم الذكية ترفرف حول كل مصر، حول التحرير. يعني ندعو لهم في هذا اليوم، نشكرهم ان هم اللي خلوا مصر في شكل تاني، وان شاء الله مصر هتكون اكبر واكبر خلال المرحلة المقبلة. كل شهيد حقيقي كان في ارض الميدان، كل شاب، كل هذا الجيل اللي احنا في IT شو بنراهن عليه، جيل مصر الحقيقي اللي احنا راهنا عليه قبيل سنوات من ثورة 25 يناير، وبنقول الى الان لم يمكن الجيل. بعد 25 يناير لم يمكن الجيل. وائل غنيم هنشاهد معه هذا الفيديو. هل سوف يتم انتخاب رئيس مصر القادم عبر الفيسبوك؟ وائل غنيم قال هذا الكلام في فبراير، فهل في العام المقبل عام 2012 يتم اختيار الرئيس المصري عبر الفيسبوك وتويتر، أو تكون الشبكات الاجتماعية وأدوات الجيل وأدوات النيو ميديا هي التي يعني تكسب أي رئيس، أو هي التي تجعل الكفة الأرجح للرئيس المقبل هي عبر هذه الوسائل؟ خلونا نشوف ماذا قال وائل غنيم. بص
الصراحه يا شباب انا قاومت كتير، لكن انا بعد ما صورت 120 فيديو مش قادر ما اصورش دي، لان مش معقول ابقى عندي فرصه قاعد مع الناس العظيمه دي. خدت بالك؟ مش قادر. ها؟ اقول لك بقى وائل غنيم طلب استاذ خالد برماوي. استاذ خالد برماوي. وائل غنيم طلب من عمرو بس، طلب من حسام بدراوي، يطلب من الرئيس، يطلب من عمر سليمان، يطلب من الامريكان ان هم يتنحى، والامريكان وافقوا لعمر سليمان، وعمر سليمان وافق لمبارك، ومبارك وافق لحسام وافق لوائل، ووائل وافق عشان الشعب. وائل هيقول لنا الستيتمنت دلوقتي. قول يا نجم، قول يا نجم عشان ايه؟ رئيس مصر اللي جاي لو مصر ماشيه ديمقراطيه، رئيس مصر جاي في 2000 و 2011 هينتخب من على الفيسبوك ان شاء الله باذن الله. يعني اللي هيشتاق الرئيس اللي هيعمل الكامبين، اللي هيعمل انجح كامبين على الفيسبوك هو اللي هيمسك رئيس. طب انت ايه قول لي وانت مترقب كده يا استاذ ايمن عباس منورنا والمجموعه الحلوه دي. وانا والله انا اصور نفسي برضو صوره عشان ايه اطلع انا كمان. لا ما هو على فكره ممكن اطلب منك طلب، امسك دي حاجه كده ناخد واحده جماعيه ممكن يا باشا. معلش كده مجلس الثوره. لا انا بصراحه ولا مجلس ولا بتاع، انا ضامن يعني بس يا خسرت وائل انزل بالتصوير تحت شويه، انزل تحت بالتصوير ولا خبيها. احنا كده بنعمل دعايه لابو عمار. ايوه ابو عمار. ابو عمار لعيبك هيفرح كده. ابو عمار ايوه تمويل سوري عشان الثوره جايه في سوريا. لا بصراحه ما ينفعش يبقى كنتاكي بس. لا وشغله حلو. انت ليك عندي بتاع اير ثوره بتاع التمويل الاجنبي. هو ده التمويل الاجنبي الاير. نشكر ابل اير عشان فيديوهات حية حقيقية لما دار في عام 2011 وقبيل عام 2011 الأسباب في قيام الثورة المصرية، بدءا من حركة كفاية 6 إبريل، خالد سعيد البرادعي، وائل غنيم وخلافه من الشباب. أكرر من جديد، ليسوا هؤلاء فقط من قاموا بالثورة، كل الشباب والدماء الذكية والمصابين اللي احنا يعني ان شاء الله يكونوا معنا بكرة ان شاء الله. مجموعة من المصابين هم اصحاب الفعل الحقيقي، مش اي حد تاني، لا يدعي اي احد اخر. الشهداء والمصابين ومن تواجد على ارض الميدان، لكن كان هؤلاء هم المشجعين، وكانوا هؤلاء هم المنارات التي شجعت للثورة التاريخية، الثورة سلمية 25 يناير. هل يتم انتخاب الرئيس المصري؟ أدوات النيو ميديا تستخدم في ذلك. الأهم من كده إن احنا نرى ديمقراطية حقيقية. يعني الهدف في الأساس من استخدام النيو ميديا أو غير النيو ميديا إن يبقى فيه ديمقراطية ويبقى فيه حميمية في الشارع المصري وأمان وسلام اجتماعي. عاوزين نشوف مصر الكبرى، ساعدونا في ذلك ولنبدأ العمل جميعا. خلونا نروح لفاصل نستمع إلى كليب ثوري نعرضه لأول مرة، من بعدها هيكون معنا ضيف قادم من لندن مباشرة، الدكتور عماد حسن، صاحب نظرية جديدة اسمها آذان الأنعام، وهو يؤكد على نظرية داروين. حلقة ساخنة لهذا اليوم. أنا رحت انضم في مرة لقلة مندسة بالتهميش والظلم عمرها ما كانت حاسة. أنا رحت انضم في مرة لقلة مندسة بالتهميش والظلم عمرها ما كانت حاسة. لقيت خلق كتيرة تقول مصر بناسها بتاع يجي 1,000,000 وبيزيدوا لسه. يا عيني على القلة يا ليلي على المندسة. فتشوني وانا داخل بأيادي خارجية، أيادي متلطخة بالفول والطعمية. قلت في نفسي أكيد دي عجينة دولية. لمحت بنت بعيد
لمحت بنت بعيد ماشية بيافطة في الميدان، يا ترى مكتوب بالفارسي ولا مترجمة في لبنان؟ تلاقي كاتب عليها الحلوة دي من طهران، ولا هشوف في ايديها ألوان علم إيران. قربت لقيت مصرية وكاتبة احنا ليه بنتهان. شاب بيعزف عود، شاب بيعزف عود بأصابع خارجية. تلاقي كاتب النوتة في أجندة دولية. قربت لقيته بيعزف أغاني الشيخ إمام، ويردوا عليه الشعب يريد إسقاط النظام. بقى هي دي القلة يا عرة